الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل يجوز ان انا اسلم على خطيبتي، اصافح خطيبتي؟ هل يجوز يا جماعة الكلام ده؟ طبعا ما يجوز. ليه؟ بس خد بالك من حاجة، هي الخطبة زي ما قلنا وبنكرر الموضوع ده كذا مرة عشان بس المسألة تستقر في اذهان الناس. الخطبة يا جماعة الخير حبايب قلبي هي وعد بالزواج وليست زواجا. طيب يبقى اذا هذه الفتاة ما زالت اجنبية عني وانا ما زلت اجنبيا عنها، خدوا بالكم. طيب يبقى ما يجوز ان انا اصافحها عليه لثلاث ادلة. الدليل الاولاني حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح ان الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد. إيه المخيط؟ عارف حضرتك النيبر بتاع المنجد بالخشبة الكبيرة ديت، بس تخيلها مش خشبة بقى، تخيلها حديدة. لو النبي بيقول لو الواحد اتطعن بدماغه بحتة حديدة قد كده خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. نقول الحديث تاني: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. الحديث الثاني رواه البخاري، أمنا عائشة بتقول: فلا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا في بيعة ولا في غيرها. انتوا عارفين في البيعة تستلزم الايه؟ المصافحة. انا ببيعك يا رسول الله، يعني انا بصافحك وببيعك. فلما ارادت امرأة ان تصافح النبي في بيعة النساء وضع النبي يده خلف ظهري وقال: اني لا اصافح النساء، لان كانت تبقى مصيبة كبيرة جدا لو ان النبي صافح امرأة واحدة لظن الناس انها سنة، وكانت بالنسبة للرجالة كانت هتبقى اجمل سنة. هيفضلوا بقى ليل ونهار يطبقوا السنة دي طول ما هو ماشي عمال يسلم على اللي يعرفها واللي ما يعرفهاش. عشان كده النبي لم يسلم. طب النبي ما سلمش ليه يا جماعة؟ هل النبي لو سلم صلى الله عليه وآله وسلم، هل النبي لو سلم هيتفتن؟ ده النبي يا جماعة، ده النبي محرم لنساء الأمة صلى الله عليه وسلم. فلم يسلم ليه؟ عشان ما حدش يقتدي به في السلام على النساء. خد بالك، عشان كده لم يسلم النبي أبدا على أي امرأة. الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عند الترمذي بسند صحيح زي ما قلت لحضرتك في الجزء اللي فات، ان المرأة لما أرادت أن تصافحه قال: إني لا أصافح النساء. يبقى إذن ثلاث أحاديث دولت يا جماعة قدامنا بتقول إن النبي كان بيرفض مصافحة النساء، مع إن مين؟ ده النبي سيد ولد آدم صاحب أطهر قلب في الدنيا. لأن بعض الشباب يقول لك: طب وليه ما سلمش يعني؟ ده الحمد لله رب العالمين، ده أنا قلبي أبيض وطيب والحمد لله ونيتي حلوة وزي الفل، ولما بسلم عليها بقول كأنها أختي. واخد بالك؟ أقول لك يعني أنت أطهر أو قلبك أطهر من قلب النبي ومن الصحابة صلى الله عليه وسلم؟ أبدا لا يمكن طبعا. ورغم ذلك النبي رفض أن يسلم على النساء بأبي هو وأمي